أعزائي متابعي ومشاهدي أخبار البحيرة، أهلا وسهلا بحضراتكم. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة طبعا عيد الأضحى المبارك. أعاد الله عليكم على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. النهارده لنا لقاء جديد من داخل منزل أستاذ أحمد الجرحي. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، شرفتونا ونورتونا. احنا عليك نعمه. انا عملت لقاءات كتير جدا تحت التجمهر اللي موجود طبعا، المؤتمر الكبير اللي معمول تحت، وحضرتك قلت طبعا اسبابه واهدافه. يعني عايز اعرف حب الناس ده كله جاي منين؟ لو اتكلمنا عن حب الناس احنا بنتكلم عن تاريخ كبير جدا. ان احنا نكتسب حب الناس الحمد لله من فضل ربنا سبحانه وتعالى. كان عمي الكبير الحاج احمد الجرحي رحمه الله عليه كان رئيس لجنه الاتحاد الاشتراكي للجنه الاصلاح الزراعي، وكان عضو مجلس الامه وعضو مجلس الشعب. حضر سياده الرئيس جمال عبد الناصر وسياده الرئيس انور السادات وسياده الرئيس محمد حسني مبارك. فسابوا لنا العيله ما شاء الله، يعني عيله سياسيه خدميه عريقه. الحمد لله من سنه 62 او سنه 62 تقريبا كده يا فندم. بيتنا كبيت سياسي وبيت خدمي وبيت اجتماعي، فمفتوح للناس كلها. بس احنا لو اتكلمنا عن الحب احنا مش هنتكلم عن الحب في سياسه، لا احنا بنتكلم ان هو بيت خدمي. تمام. بيت خدمي مفتوح للناس كلها، سواء مركز دمنهور او بندر دمنهور. فالحمد لله دي نعمه ربنا اكرمنا بيها، ونسعى عن والدي وامامي الله يرحمه ويسلمه. الحمد لله. طيب حضرتك طبعا احنا عارفين ان حضرتك بيت سياسي وخدمي، طول عمر بيتكم مفتوح لكل الناس داخل طبعا محافظه البحيره، وحضرتك شخصيه معروفه بانها بتقدم خدمات لكل الناس، ومفيش حد بيترك بابها الا وبتأدي له الخدمه بتاعتها. انا عملت لقاءات تحت كتير جدا، وكل الناس بصراحه اجمعت على قد ايه حضرتك خدوم وبيتك مفتوح للجميع. احنا عارفين ان عم سيادتك الحاج احمد الجرحي دغلان طبعا كان تاريخ سياسي عريق من سنه 62، زرع فيك حب الخير وطبعا العمل السياسي. حضرتك يعني ايه اللي زاد حب حضرتك لعمل السياسه والخير؟ لان العمل السياسي بيكمل معايا العمل الخدمي، فبنقدر ان احنا نتواصل مع الناس، تمام، نشوف طلباتهم ايه ونأديها. والعمل السياسي بيوصلنا ان احنا نأدي الخدمات لكل مواطن. ان شاء الله ربنا يقوينا في المتاح، وان شاء الله في الخير يعني دايما يعني. يعني نقول حضرتك بدأت من سنة كام ممارسة العمل السياسي والخدمي؟ احنا كبيت سياسي تربينا وانشأنا في بيت سياسي وبيت خدمي وبيت اجتماعي. تمام. فمفتوح للناس كلها كبيت خدمي واجتماعي. احنا في وسط الناس متواجدين، بنهني الناس والناس بتهنينا، بنعزل بعض في ازماتنا، فاحنا متواجدين في وسط الناس. يعني الموضوع مع سيادتك منذ الصغر طبعا اتربيت في بيت سياسي وخدمي، وطلع في حضرتك حب الخير. الحمد لله، ده الكنز والاسلام ابهاتنا ان هم انشأونا في حب الخير للناس، وربونا ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نخدم. انا طلعت وانشأت في بيت سياسي وبيت خدمي، فان شاء الله ربنا يقويني واكون فعلا عند حسن الناس واقدر ادي خدماتهم ان شاء الله. طيب استاذ احمد، التجمهر الكبير اللي احنا شايفينه تحت طبعا بس انا مش هتكلم على التجمهر الاول لان حضرتك سالتي. التجمهر اللي موجود والناس اللي موجوده كلها اهلي وعزوتي وسندي وظهري. مركز دمنهور مركز عريق جدا، ومركز بيحس بابنائه ومتواجد دايما في مع ابنائه في الخدمات اللي موجوده على ارض الواقع. وعشان كده انت شفت حب الناس والناس اللي موجوده، فهي فعلا هي اللي هتتكلم. انا ما اقدرش اتكلم على لسانهم، هم اللي هيتكلموا، وانا دايما بشكرهم وهم سندي وعزوتي بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق، وانا يعني شاهد عيان على ايام الانتخابات ودور حضرتك البارز والتجمهر اللي كان حضرتك، يعني كان حشد رهيب مع حضرتك مع سيادتك. فيعني ان شاء الله نتمنى لك التوفيق، كل التوفيق لحضرتك. ويوم النهارده طبعا احتفاليه كبيره جدا هنحضرها، والناس قالت اراء جميله جدا وبيطالبوا سيادتك ان انت ترشح نفسك، تقول لهم ايه؟ والله هو سؤالك على راسي من فوق، بس دايما انا بتكلم انا تحت المظله الحزبيه عندنا، تمام، وتحت مظله الدوله. انا ان شاء الله لو كان ليا نصيب
الحزب ان شاء الله اختارنا، وطبعا مش هقول لك ان انا احسن من حد ان هو الحزب يختاره، انما انا بسيط جدا وانسان عادي، واقدر اقول لك الحمد لله انا قوي بالناس ان انا اقدر اخدم معاها، انما مش هقدر اوجه الحزب لامور معينه، بس انا دايما في كتف الناس والناس في كتفي الحمد لله. وطلبوا مني كده، انا برضو بقول ان تحت القياده السياسيه انا ما اقدرش اطلع براها. طبعا بكل حب الناس اللي احنا شفناه، كل الحب والتجمهر اللي موجود. طبعا بنشكر سيادتك على اللقاء ده، وان شاء الله هنكون في لقاءات اخرى مع حضرتك متجدد الفعاليات دايما، بنشكر حضرتك عليها، واحنا بنؤيد وندعم دايما كل محبي الدوله المصريه وكل اللي واقفين جنب سياده الرئيس. ان شاء الله في خير دايما، ان شاء الله متواجدين وداعمين للدوله ومؤسسات الدوله، وان شاء الله ربنا يقوينا ان احنا نخدم الناس ونخدم اهلنا مركز وبلد ضمنهورين المحافظه ان شاء الله، وربنا المستعان. يا ربنا يقدر حضرتك يا فندم. شكرا. اعزائي متابعي ومشاهدي اخبار البحيره، شكرا لحسن استماعكم، وان شاء الله انتظرونا يتجدد لقاءات اخرى باذن الله. شكرا. محسن حاج محسن، ازي حضرتك؟ النهارده في الفعاليه الجميله والمؤتمر الجميل اللي احنا شايفينه، تحب تقول ايه للاستاذ احمد الجرحي؟ الاستاذ احمد الجرحي خد من زمان على مستوى المكتب بيعمل خير تفضل استاذ احمد الجرحي. الله تفضل فيه، وان شاء الله احنا معاه وندعمه لان الراجل بيعمل خير قبل ما يخش. رسالة حب وتقدير وتعزيز وتكريم. قبل ما اتكلم عن حزب حماية الوطن وقيادات حزب حماية الوطن، اتكلم عن اهلي وناسي وعزوتي اللي مشرفيني. لكم مني كل التقدير والتحية والاحترام، اهلي وناسي وعلى راسي، مشرفيني ومشرفين حزب حماية الوطن. مع النتنين كلنا حماة الوطن، شرفتونا ونورتونا. الوحدات الحزبية وهيئة المكتب على